السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الجزائر يكفيها 10 ساعات لتدمير المغرب، يعني الجزائر يكفيها 10 ساعات لتدمير المغرب يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان تبارك الله عليكم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى كل شيء يكون في صحة جيدة. ندخل لكم في الموضوع. بعد الإعلان الولايات المتحدة الأمريكية على مغربية الصحراء، ولينا نشوفوا واحد الهجمة شرسة من الإعلام الجزائري والعسكر. مؤخرا ظهر واحد الإنسان، واحد المحلل سياسي، على واحد القناة قال لك باللي الجزائر قادة تدمر المغرب في 10 ساعات. تفرجوا لهذا الفيديو ومن بعد رجعوا. عسكريا ماهيش واردة، لأنه الجزائر يكفيها 10 ساعات لتدمير المغرب، يعني هذه في حالة ما طلع لهم في راسهم يهاجموا. تكنيكمون سي فري 10 ساعات تكنيكمون نو لوجيستيكمون تكنيكمون اسكو في 10 ساعات. انا نقول لك ربي عطى للجزائر عمق كبير جدا. بومدين الله يرحمه لما تكلموا على المغرب من هي بدا يتكلم على تندوف في 76 كان جوابه ان تندوف مثل العاصمه مثل الرباط. صح، بمعنى لو تتمس تندوف راح نضرب الرباط، والرباط في المجال صواريخ من البور نتاع ارزو قلعة بني عباس تدمر الرباط كامل. لا ما يوصلوش يعني المرة اللي فات كان آخر مناورة دارها القايد صالح ربي يرحمه، أنه السومران تاعنا يضرب من أرزو باش يهبط الصاروخ لهنا في ميدان الرمي تاع الجلفة. هذه رسالة واضحة لهم. ان شاء الله. قال لي الناس تروحوا المجال العسكري رانا ندمروكم، وما عندكم حتى قدرة باش تواجهوا الجيش نتاعنا. كما شفتوا الاخوان هذا الفيديو، هذا واحد المحلل سياسي جزائري قال لك سيدي قادر لانجيري قاده تدمر المغرب في 10 ساعات. يا سلام، هذا الشيء خطير. وانا كنقول له من هذا المنبر، كنقول له راك غادي تدمر واحد الساندويتش بالكفته في 10 ساعات. انا ما عييت من البحث سبب نتاع هاد الكراهيه اللي كيكرهنا النظام الجزائري، كيكره المغرب. بعض المرات كيقول لك باللي نتوما المغاربه كتدفعوا لنا الزطله. بالنسبه للزطله، واش المغرب كيدفع الزطله لانجيري؟ معلوم كيدفعوا الزطله، هذه امر مفروغ منه، لان الزطله حنا عندنا بلاد كتكبر فيها الزطله عادي، وعندنا قوم كيتكيفوا الزطله، المهم حاجه عاديه. وكتقول بان الحداده مبلعه، وانما الزطله كي راها كدير الدخول. يعني نتوما لي جينيرال تاعكم كيدخلوها، هادشي راه امر مفروغ منه. واش حنا المغاربه كيدخلوها بالهليكوبتر ولا بالغواصات؟ راه حداده مفتوحه بالنسبه للتجاره تاع المخدرات، راه بين المغرب والانجيري راه حداده محلوله. بطبيعه الحال راه كلشي باين، الناس خدامه. هذيك هي التجاره اللي ما تقدش توقف ما بين المغرب والانجيري. وبالنسبه نتوما واش كتدفعوا لنا؟ بطبيعه الحال كتدفعوا لنا القرقوبي، وإلا قارنا ما بين القرقوبي والزطله غادي نلقاو القرقوبي خطر على الزطله بآلاف الدرجات. وبالنسبه بعض المرات عاوده بحال ذاك العام قال لك سيدي الرئيس تبون بان المغرب الا بغى نفتحوا الحدود خصو يطلب اعتذار رسمي. شكون اللي خاصو يقدم اعتذار رسمي؟ واش المغرب ولا الجزائر؟ بالنسبه لي الا جبنا لا ولينا ل 1975 350 ألف واحد اللي هزيتوها من تما من ديورهم وخلاو فلوسهم وخلاو الاملاك ديالهم وهزيتوهم في العيد الكبير ورميتوهم في الحدود في الوقيته تاع الهواري بومدين البطل ديالكم سوبرمان ديالكم. قال لك سيدي هو اللي جاب لكم الاستقلال.
بالنسبة للاستقلال الجزائري كل شيء معروف، كاين مجاهدين مغاربة مدفونين في لانجيري اللي ما عندهم لا ناقة ولا جمل في لانجيري، ومشاو ضحاو بنفوسهم. وكان نهار كانت الإنسان كان فيه النية وكان الدين وكانت وماتوا تما على يد الفرنساويين وجابوا الاستقلال. وهذا الشيء يعني هذا الخير كاع ما كيكبرش في هذا النظام الجزائري، كيشوفوه غير المغرب كيشوفوه كعدو. داك هذا الرئيس هذا وزير الاركان ولا ما نعرف شفتوه في داك الخطاب ديالو الشهير، قال لك العدو الكلاسيك. يعني الجزائر كتعتبرنا بلي حنا عديان. للاسف الشديد كاين واحد الكراهيه اللي ما عمري شفت بحالها النظام الجزائري للمغرب. يا لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالنسبة للاعتذار نقدروا حنا نعتذروا رسميا، أنا نضمن لك باللي المغرب قاد يعتذر رسميا، وإنما بشرط حتى فرنسا خصكم تطلبوها باش تعتذر لكم، لأن فرنسا اللي دارتو بلانجيري ما داروش المراركة. 1.5 مليون شاهد، يعني هذه 1.5 مليون شاهد ما يستاهلوش اعتذار. يعني ما يستاهلوش فرنسا اللي طلب اعتذار من الجزائر. وبالنسبه لهذا الانسان هذا لي بون كليب اللي راه يريزوني تما كيقول لك 10 ساعات قاده لانجيري دمر فيها المغرب، بحال غادي يدمروا شي قبيله بشي جبل ولا. شوف التاريخ قبل ما تقول هاد الهضره، شوف التاريخ نتاع المغرب وشوف التاريخ نتاع وادي المخازن مع البرتغاليين، وشوف العثمانيين واش قدروا يدخلوا للمغرب. عاد تقدر تكلم تقول هاد الهضره بلي ان 10 ساعات كافيه باش تدمر المغرب. والسبب تاع هاد الشيء نقدر نقول لكم مؤخرا الجزائر النظام الجزائري باش ما نخلصش كل شيء، لان كاينين بعد الجزائريين اللي عمرها سلعه. النظام الجزائري دار واحد الصفقه مع الاتحاد السوفيتي الروس على واحد الصواريخ باليستيه. هاد الصواريخ هما اللي كيقول لك قاده تضرب الرباط، المدى ديالها اكثر ب 500 كيلومتر. وكنوليو البعد الجوانب كنلقاو بان روسيا كي كتبيع شي فيران، وسمحوا لي على هاد الهضره، فيران لهاد الدول تاع العالم الثالث كتقول لهم واحد السعر، كتقول له الا امتلكت هاد السلاح يعني غادي تكون واحد القوه عظمى، تكون يعني واحد القوه اقليميه كبيره، يعني حتى واحد ما غادي يقد عليك. هادشي اللي صرا الاخوه الجزائريين بعد كي شراو هاد الصواريخ، يعني ولاو يعني صافي قالوا حنايا بلا حنا قوه عظمى وراه لا ما يقد علينا لا مغرب لا حتى واحد. راه ماشي قضيه بالكميه، قضيه داك السلاح شكون يخدمو والدقه. يعني خاصو مواليه داك السلاح، وإلا كان سلاح إلا ما كانوش زدموكم بشي فيها. الروس راه باينه الاسلحه نتاعها باينه. وشفنا النتيجه نتاع هاد الصواريخ في ارمينيا، نفس الصواريخ اللي شراها لانجيري شراوها الارمينيين، ونفس العبارات اللي قالوا لهم الروس، يعني بحال اللي زدموهم في واحد الاسلحه اللي ما عندها حتى شي منفعه، ودخلوا للحرب مع اذربيجان. وشفنا النتيجه نتاع الحرب كي دايره باينه واضحه. اذربيجان حررت الاراضي ديالها اللي كانت مستعمرها ارمينيا من هذه سنين طويله. للاسف الشديد بحال هذا العينه هذا، بحال هذا المحلل هذا اللي كيقول لك انا محلل سياسي وكيقول هذه الهضره ما عندها حتى شي معنى، وبحال هذا البصال هذا كينفخ في النار وكيزيد يأجج ما بين العلاقات
المغربية والجزائرية. بالنسبة للشعب الجزائري خاوة ماشي عداوة. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني احنا في الجزائر الآن إذا كان قررنا الدخول في حرب مع المغرب راح ندخلوا، لكننا لا نضمن متى سننهي الحرب وكيف سننهي الحرب. لكن ما أنا متأكد منه، ما أنا مقتنع ومتأكد منه 100%، أن الحرب لن تنتهي إلا بتحطيم الجيش المغربي تحطيم تام. إذا خرجت رصاصة جزائرية أو انطلق صاروخ جزائري موش راح يكون لعب الذر، موش باش نخوفوا المغرب، لأن المغرب يعرف حجم القوة العسكرية الجزائرية ويعرف إمكانيات الجزائر، وبالتالي لسنا بحاجة إلى إبراز عضلات الجيش الجزائري اللي هو جيش يعتبر من أقوى الجيوش العربية وأقوى الجيوش الإفريقية، حتى لا أقول من بين أكبر الجيوش العالمية، وهذا بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء. لكن انطلاق الحرب، شرارة الحرب ما بين الجزائر والمغرب لن تنتهي إلا بنهاية القدرة الدفاعية أو الهجومية للمغرب. يعني الجيش المغربي إذا دخل في حرب مع الجزائر انتهى، ما يزيدش يشوف الضوء خلاص. إذا ماناش حابين نتهوروا ومن بعد قال باللي يا سيدي لعب الذر تاع 24 ساعة انطلاق، يعني مناوشات تاع 24 ساعة بعد كعاود رجع لداركم. لا، إذا انطلقت الحرب لن تنتهي مثل ما يريد نظام المغرب الجبان أو حلفائه. ماناش حابين الشر، ماناش حابين الحرب، ولكننا مستعدون. وإذا انطلقت الحرب معناتها فرضت علينا. إذا فرضت علينا الحرب ونحن لا نريدها لن تنتهي إلا بنهاية أسطورة الجيش المغربي، وستنتهي نهاية المملكة المغربية ستكون على أيدي الشرفاء الأحرار أبطال الجزائر. إذا باش نكونوا واضحين وصارمين، نملك قيادة عسكرية وقوة عسكرية، إمكانيات استراتيجية وتخطيط وأمور كثيرة تجعل القوات الجزائرية من أهم وأكبر المؤسسات القوات العسكرية في العالم العربي وإفريقيا مثل ما قلت. إذن نعاود نقول أنه مقتل جزائريين على حدودنا مع موريتانيا تستدعي طرح أسئلة والبحث في الموضوع أكثر وأكثر. وأنا أعتقد أن اجتماع أمس اللي هو اجتماع عسكري بامتياز جاء بعد هذا الاعتداء الذي لم يتم تأكيده ولم يتم نفيه. واجتماع أمس بالنسبة لي أنا تأكيد على تعرض الجزائريين للقصف. نعم، أنا بالنسبة لي أنا حتى وما كان حتى بيان رسمي، مجرد الاجتماع العسكري رفيع المستوى هذا تأكيد أنهم بالفعل تم استهداف جزائريين، وهي المرة الثالثة في أقل من سنة من قبل طائرات مسيرة صهيونية مغربية، وهذا أمر مرفوض يستدعي تدخل جزائري عاجل، يستدعي تدخل جزائري عاجل. وهو رسالة واضحة وصريحة لنظام المغرب الجبان بالدرجة الأولى، النظام الصهيوني إسرائيلي، والدول التي تراقب الوضع في شمال إفريقيا أو في الساحل والصحراء. إذا الرسالة وصلت للنظام المغربي والإعلام المغربي، بدليل أنه اليوم معظم المواقع المغربية والصفحات المغربية تتكلم على هذا الاجتماع العسكري رفيع المستوى، ويقولوا أنه ذكروا حتى
الكعرار بن زديرة قال لك أنه فيه محلل، رجعوه محلل كبير سياسي الجزائري بن زديرة يقول أنه اجتماع عسكري وليس أمني. نعم، هو اجتماع عسكري وهي رسالة واضحة، وأعتقد أن الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر وخاصة النظام المغربي، أن سكوت الجزائر لا يعني ضعف ولا يعني قبول بالأمر الواقع اللي راهي تحاول تفرضه يعني المنظومة الجبانة للمغرب، لأنه في أقل من سنة مثل ما قلت يتعرض مواطنين عزل تجار ما عندهم حتى علاقة لا بالسياسة ولا بالعسكر، تجار رايحين جايين يتعرضوا لاعتداء جبان أدى إلى مقتل عدد من الجزائريين في كل عملية، وهذا أمر غير مقبول. ليس بالضرورة أن تستهدف هذه الطائرات المسيرة التي يسيرها يعني جبناء حقيرين، ليس بالضرورة أن تستهدف جزائريين عزل. فقط إطلاق هذه الصواريخ من طائرات مسيرة على أي عزل سواء كانوا موريتانيين أو جزائريين أو صحراويين في أراضي متنازع عليها يعتبر اعتداء على يعني دول المنطقة، خاصة الجزائر، الصحراء الغربية وموريتانيا، لأنه المستهدف الأول والأخير هو الجزائر. نعم، وهذا الأمر سكوتنا عليه مرة واثنين، وقلنا ممكن يعني غلطة، ممكن محاولة جر الجزائر إلى مستنقع حرب قذرة لا نريدها في الوقت الحالي. ليس خوف وليس تراجع، بل نقاط، لأننا متأكدين لو ندخلوا في حرب مع المغرب أكيد ستكون فيها خسائر لكل الأطراف، ولكن ستكون نهاية المغرب.